تريزيجيه قال لك اسكت. للاسف الشديد ان معظم المحللين اللي طالعين يتكلموا بيمسكوا في دير المشكله ويسيبوا المشكله الرئيسيه. وده للاسف الشديد اما يطلع واحد مثلا للاسف برضو اعلامي او محلل يسيب المشاكل الرئيسيه ويمسك في مشاكل فرعيه ملهاش اي ستيل لازمه، او الناحيه التانية ان هم بيجاملوا بعض فبالتالي ما بيحبوش يقولوا المشاكل الرئيسيه. الفيديو ده انا هقول لك اصلا مشاكل الاهلي اللي خلته في الموسم ده وعامل كده ازاي ببساطه. طيب، في مشكله اساسيه كبيره وللاسف الشديد محدش بيتكلم عليها، في مشكله ممكن تسميها مشكله فرعيه بتحصل للانديه في كتير من المواسم. تعال نتكلم الاول على مشكله فرعيه اللي بتحصل في كتير من المواسم. ايه هي؟ ببساطه ان اداره النادي الاهلي للاسف الشديد عملت اختيارات غلط للاسف، والاقدر بالاداره الفنيه اللي اختارت اللعيبه واللي اختارت المرتبات واللي كانت موجوده ان هي ترحل كلها، لان للاسف الشديد اختياراتها كلها غلط ومش مبنيه على اي اساس، ملهاش اي اساس اصلا. تقول لي بقى ايه ده؟ إيه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تعال نمشي واحده بواحده كده وبهدوء. وانا هسالك سؤال، هل في فريق النادي الاهلي كله لعيب زي ميسي؟ هل في فريق النادي الاهلي كله لعيب زي كريستيانو مثلا؟ هل موجود؟ الاجابه القطعيه هي لا. طب ليه برشلونه قرروا ان هم يمشوا ميسي، وليه ريال مدريد قرروا ان هم يمشوا كريستيانو رونالدو؟ ليه؟ لان الفريق عنده سيستم محطوط. اللعيب فوق ال 30 ما ياخدش مرتب عالي، في سقف المرتبات اللعيبه. لو لقينا لعيب بياخد مرتب عالي قوي زي ميسي وممكن يأثر على بقيه الفريق بنمشيه. فالفريق اهم من اللعيبه، والفريق ليه استراتيجيه محطوطه. بص مثلا على ليفربول ومحمد صلاح. يا راجل يا مؤمن، ده محمد صلاح هداف الدوري وشايل ليفربول، وبرغم من كده ليفربول ما كانش عايز يجدد لمحمد صلاح، او كان عايز يجدد له بمبلغ مالي اقل. ليه؟ لان في سيستم محطوط. فاما حضرتك تقرر انك تكسر مرتبات اللعيبه، واما حضرتك تقرر انك تجيب لعيبه فوق ال 30 وتجيب لعيبه بدون تركيز في الاماكن الحقيقيه اللي انت محتاجها، فبالضروره يحصل زي ما حصل ده. انت ليه شايف ان ده حاجه غريبه؟ ما ده الضروره انه يحصل زي ما حصل. ويطلع محلل يقول لك اللعيبه عايزه فلوس. ايوه يا باشا، اللعيبه عايزه فلوس وده حقها. انا مش فاهم لما تطلع تتكلم تقول لك اللعيب مش عايز فلوس ليه؟ بيتكلم في الفلوس ليه؟ ما هو حقه ياخد فلوس، هو موظف شغال في نادي، لعيب محترف، شايف ان زميله بياخد مرتب اعلى، الطبيعي انه يقول له هو عايز مرتب اعلى. هو انت متصور انه هيقول لك لا انا مش عايز مرتب اعلى؟ طبيعي نقول عايز مرتب اعلى. انا مش فاهم ليه انت عايزه يطلب مرتب اقل. ده انت يا راجل يا محترم لو شغال في قناه وبيجيبوا محلل وبياخد مرتب اعلى منك هتقول لهم يا جماعه زودوني. ده الطبيعي بتاع البني ادمين. فانت اللي عملت مشاكل في اوضه اللبس. الاداره الفنيه اللي اختارت اللعيبه والاداره الماليه اللي جابت اللعيبه هي اللي عملت مشاكل في اوضه اللبس. بمنتهى الهدوء هي اللي عملت مشاكل في اوضه اللبس ببساطه. الاداره اللي بتجيب لعيبه انت ما كنتش محتاجها. هل النادي الاهلي كان محتاج يجيب اللعيبه دي، ولا النادي الاهلي كان محتاج يجيب لعيبه اصغر في السن وعندها طموح؟ سؤال مهم. هل انت كنت محتاج لعيبه تجيب لعيب زي زيزو تفرض عليه ضغط نفسي وضغط كبير جدا عشان خاطر يحقق حاجه مع الاهلي، ولا كنت ممكن تجيب لعيب تاني محترف؟ ده سؤال تاني. هل النادي الاهلي كان محتاج فعليا اللعيبه دي، ولا كان محتاج مراكز تانية اكتر؟ طيب، اللي بعد كده المدرب، وطبعا ده بنشوفه بشكل كويس او شكل واضح. مين اللي جاب المدرب؟ اصل المدرب وحش. طيب هو مين اللي جاب المدرب؟ يعني حضرتك اما تجيب واحد او حد، انت جايب واحد يشتغل في مكان ما، جايبه على اساس ايه؟ مش على اساس سي في، على اساس رؤيه، على اساس فكر. طيب حضرتك جايب مدرب وتمشيه في اول الدوري كده، يبقى حضرتك اللي جايب المدرب هو اللي يمشي مش المدرب بس. ليه؟ لان اللي جايب المدرب فاشل زي المدرب. اما هو جايب مدرب فهو عارف المدرب ده مناسب للفريق ولا لا. طب لو مناسب للفريق ممكن يقعد ماتش 2 3 4 5 6، لان هو الراجل عنده استراتيجيه وعنده فكره عايز يطبقه، فممكن ياخد وقت عقبال ما بيتطبق. وده شفناه كتير جدا مع مدربين النادي الاهلي قبل كده. كان في مدربين كتير بداياتهم ما كانتش كويسه، وبعدين بداوا يستمروا، وبعدين بداوا يلعبوا بقى شكلهم كويس. لكن حضرتك لا، اصل المدرب ده مش فاهم حاجه، ده ما بيعرفش حاجه. طب انت جبته ليه؟ مين اللي جابه؟ ده برضه نقطه مهمه.
النقطه الاهم بقى، ودي النقطه الاساسيه اللي محدش بيتكلم فيها، ايه المشكله الرئيسيه؟ المشكله الرئيسيه ان مفيش لعيبه. هي النقطه الرئيسيه بقى اللي حضرتك لازم تتكلم عليها، مفيش لعيبه. ودي تقريبا محدش بيتكلم عليها في القنوات. ايه هي؟ مفيش لعيبه. مفيش لعيبه. مفيش لعيبه. بس مفيش لعيبه يا جدعان. طب مفيش لعيبه ليه؟ لاسباب كتيره جدا. هل احنا ما عندناش لعيبه؟ لا، عندنا لعيبه كتير. لكن بقى قول لي مين اللي بيطلع يلعب في الانديه؟ هل اللي بيلعب في الانديه على اساس الخبره وعلى اساس المهاره وعلى اساس القدرات، ولا بيطلع عشان ده ابن ده وده صاحب ده وده صاحب ده؟ هو ليه النادي الاهلي ما بيطلعش لعيبه؟ هو فين قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي كله؟ قطاع الناشئين مين اللي بيلعب فيه؟ ابن مين؟ ابن الكابتن كذا وابن الكابتن كذا وابن الكابتن كذا، اللي هم مستحيل يطلعوا على التلفزيون يقول لك اصل عيالنا ما بيلعبوش، او عيالنا واخدينه ويلعبوا في الاهلي فمش مسامحين لاي حد تاني يجي يلعب. الاسماعيلي اللي كان قاعده اللعيبه، او الاسماعيلي ما بيطلعش لعيبه. حضرتك يعني انت عايز تعرف المشكله فين؟ انزل شوف اختبارات الناشئين، انزل شوف الاكاديميات، انزل براحتك كده بالصلاه على النبي، انزل شوف الاكاديميات وانزل شوف اختيارات اللعيبه عامله ازاي. هل الموضوع ان اللعيب الاقدر هو اللي بيلعب، ولا ماشيه ازاي؟ وده اللي ادى بالضروره زي ما احنا شايفين دلوقتي انك تسمع كتير قوي لو تتفرج على ماتش كوره ابن الكابتن كذا، وابن باصه للكابتن كذا، باصه لابن الكابتن كذا، وفي حراسه المرمى ابن الكابتن كذا، وفي الدفاع ابن الكابتن كذا. الموضوع اصبح ان لعيبه الكوره بتلعب عيالها، مش بالضروره بقى لعيب ده مثلا بيعرف يلعب او اللعيب ده من الاقاليم، فاللعيبه دي مبسوطه يا جدعان، مبسوطه، كل دول مبسوطين معاهم فلوس، فمش فارقه معاه كره القدم قوي، يعني هو مبسوط ومعاه فلوس. لكن اللعيبه اللي كان زي محمد صلاح مثلا او ابو تريكه مثلا، او جبت لعيبه الاهلي معظمهم اللي كانوا اساطير، هتلاقيهم جايين من الاقاليم، او هتلاقيهم كانوا بياكلوا فعليا النجيله. كابتن ابو تريكه، روح شوف كابتن ابو تريكه عشان يبقى كابتن ابو تريكه، كابتن ابو تريكه كان فين وكان بيشتغل ايه، وبعدين بقى ابو تريكه عامل ازاي. روح شوف محمد صلاح كان ايه وبعدين حصل ازاي. فالناس دي عايز تثبت نفسها، عايز تنزل تاكل النجيله، عايزه تامن مستقبلها، فبالتالي بتنزل تعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه ممكن يموت نفسه عشان الكوره. لكن لما تجيب لعيب مبسوط ابوه لاعب كوره وهو داخل عشان ابوه لاعب كوره، بيلعب في الفريق عشان هو ابوه لاعب كوره، انت متصور انه هيطلع لك فين؟ مش هيعمل لك حاجه من الاخر. فيا جماعه لو عايزين تصلحوا المنظومه، صلحوا المنظومه من تحت، صلح المنظومه من قطاع الناشئين، صلح المنظومه من الاختبارات اللي بتحصل، صلح المنظومه وجيب ناس تختار اللعيبه على اساس اللعيبه مش على اساس ولاد اللعيبه. صلح المنظومه وخلي مدربين حقيقيين. انت عارف من وجهه نظري والله العظيم، لو عايزين الكوره تمشي صح، جيب مدربين اجانب يختاروا اللعيبه وهم صغيرين، جيب مدربين صغيرين في يعني من بره الوسط اصلا، هم اللي ياسسوا اللعيبه بتوع الناشئين، وهم اللي يختاروهم وهم اللي يستمروا معاهم. واي حد ليه مصلحه في قطاع الناشئين، ابن او ابن، مشيه. وعايز وجهه نظري كمان، ما تقبلش اي حد ابنه بيلعب في النادي الاهلي في قطاع الناشئين او في اي نادي. يعني مثلا لو في لعيب ابوه موجود في النادي ما تقبلوش، ابن لعيب ما تقبلوش، خليه يروح يلعب في اي نادي تاني. عارف ليه؟ لان ده لو لعيب كويس انت هتعرف تجيبه بعد كده، لو هو لعيب وحش وداخل بالواسطه وي 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 فيبقى انت اتخلصت منه. ما تسمحش لاولاد النادي ان هم يلعبوا في النادي، اولاد اللعيبه ان هم يلعبوا في النادي، لا ما تسمحش. وجيب مدربين اجانب يختاروا اللعيبه، ومشي اللعيبه على اساس مقدرتهم. والله الكوره هتتغير 180، مش 180، 300، 180 درجه، 180 درجه. هتكتشف ان في لعيبه كتيره جدا مستواها عالي جدا موجوده، لعيبه كتيره جدا عندها مهارات كتيره موجوده، لعيبه موجوده في الاقاليم نفسها تشم كره القدم وتلعب معاك. دولت هيغيروا شكل الكره خالص. لكن طول ما انت حددت ان اولاد اللعيبه هم اللي بيلعبوا، مش هتطلع كوره. بس